السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعد عليكم بخير يا رب. آه العيد اللي فات او اللي قبله كنت عملت معاكم اكياس العيدية بتاعة الأطفال. تمام. بس ما كنتش قفلتها معاكم على المكنة. تمام. فانا عملت شكلين زيادة. ده الشكل اللي عملناه السنة اللي فاتت اللي هو عيد سعيد، وعملت شكلين زيادة: العيد فرحة وهابي ايد. طبعا الكلام جايب المقلوب بسبب التصوير. تمام. دلوقتي انا قفلت واحدة وهقفل معاكم واحدة كمان. طبعا كل واحدة بيبقى ليها الظهر بتاعها بيبقى سادة. ماشي. هنيجي هنا هنتني كده تانيتين من فوق. ماشي. ونفس القصة في الظهر، هنتني تانيتين من فوق ونمشي عليهم بالخياطة. تمام. بعد كده نحط الاتنين على بعض ونخيط على شكل حرف يو. تمام. ومن فوق هتتساب مفتوحة. فتعالوا معانا نقفل واحدة. انا قفلت ديت. تمام. وهقفل معاكم واحدة دلوقتي. هاخد الوش وهاتني تانية لجوه وتانية كمان لجوه واثبتها على المكنة. هثبتها على المكنة كده اهو. ممكن نعمل زوم بس عشان تبان. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بنمشي خطوتين وبعدين بنرجع بالزرار اللي بيرجع لورا عشان نثبت الخياطة. تمام. يعني بداية اي خياطة او واخرها بنعمل الحركة دي عشان نثبت الخياطة. كده انا بدوس على الزرار اللي بيرجع وبيرجعني الخطوتين اللي انا خدته بس، وبعدين بمشي تاني عادي. اتأكد بس ان الجزء اللي انا تانياه ما بيفكش. بفضل اظبطه كده بايدي وبعدين امشي عليه واحدة واحدة. تمام. بعد ما وصلت للاخر برجع بالزرار اللي انا وريتهولكوا ده. برجع تاني عشان اثبت الاخر. كده انا قفلتها تانية اهي. بعمل نفس القصة في الجزء اللي ورا. هاجي على الجزء اللي ورا اتني تانية واحدة وبعدين اتني تانية كمان عشان الشغل بتاعنا ايه يطلع نظيف. بقص الخياطة الزيادة اللي طالعة من القماش. تمام.
بعد كده باجي بعمل ايه، هحط دي كده على ظهرها، ماشي، ودي كمان على ظهرها، يعني التانية اللي عملناها برا دي احنا هنبقى شايفينها، ماشي، ودي هتبقى عكس دي عشان احنا هنقلبهم، يبقى الخياطة دي التانية دي باصة لبرا، وهنا دي باصة لبرا برضو، المفروض ان هما كده متنين لجوه، هنحط الاتنين على بعض، ماشي. ادي الظهر، عشان احنا لما يعني بعد ما هنقفلها هنطلع الصورة على الوش، هنخرجها بقى، فاهمين؟ تعالوا نشوف هنعمل ازاي. طبعا احنا دلوقتي هنسيب الحتة اللي احنا تنيناها دي مفتوحة، وهنخيط على شكل حرف يو، هنثبتهم على بعض، ممكن نثبت بدبابيس، وممكن نثبت كده عادي على طول. هنخيط وبعدين نرجع بالزرار وبعدين نكمل خياطة. نرجع وبعدين نكمل. هنيجي هنا بدل ما نقطع بالمقص ونعمل من اول وجديد، لا احنا هنرفع اللي هو المسند ده، هنرفعه كده اهو، بس الابرة تكون داخلة في القماش. هنرفع المسند ونقوم لافين القماش كده اهو الناحية التانية، منزلين المسند ونكمل خياطة. نفس القصة، الابرة جوه القماش، هنرفع المسند، هنلف القماش وننزل المسند ونكمل خياطة. الحتة الاخرانية دي هنمشي عليها رايح جاي. تمام، ونشد لو يعني اتكشكشت معانا كده نشدها عادي هتتفرد. تمام، لو كشكشت معانا نشدها عادي هتتفرد من كل الزوايا. تمام، هنقلبها بقى كده. احنا عملنا كيس، قفلنا الكيس، نحط فيه بونبوني، نحط فيه فلوس، نحط فيه لعبة صغيرة اللي احنا عايزينه. اخر خطوة بقى هنعملها اللي هي هنقفل الشنطة ديت ب اي شريط ستان او اي رباط اللي هو الخيش دوت. تمام، انا عندي هنا رباط خيش مجهزاه جنبي، انا ممكن بس احشيها بس اي حاجة عشان ايه تبقى شكلها باين كده. نربطها بالرباط اللي احنا مجهزينه. نعملها بقى فيونكة. وده الشكل النهائي. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. وربنا يبارك فيكم وفي اولادكم وتفرحوهم باي حاجة بسيطة زي كده. طبعا احنا شرحنا المرة اللي فاتت ازاي هنرسم بالالوان بتاعة القماش، عشان لما الكيس يتغسل الالوان بتفضل ثابتة. وما تنسوش ان احنا بنثبت الالوان بالمكوى بعد ما بتنشف. تمام،
وبعد كده بتبقى زيها زي اي حاجة مطبوعة، ما بتروحش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.